السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لمسات سلوى. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاقه الشوكولا بواحد الطريقه اللي سهله وكتجي لذيذه بزاف، وغادي نشارك معكم كذلك واحد الكريمه تاع اللوز اللي كتجي كطبقه اولى لهذا لاطاخت اللي كتعطيها واحد المذاق لذيذ وكتهرس هذاك المذاق ديال الشوكولا نوار. نتمنى هاد لاطاختنا الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا غادي نبداو باول حاجه، غنقادو كريمه ديال اللوز. هنا غنحتاجو 50 غرام ديال بودره اللوز مع 50 غرام ديال السكر سنيده، وكنضيفوا عليهم 50 غرام ديال الزبده حيوانيه. ضروري تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. انا هنا راه كانت عندي بارده بزاف، هادشي دوزتها في الميكرووند صافي. وكنضيفوا فانيليا من فئه 7 غرام ونص. اخر حاجه كنضيفوها هي بيضه كامله. هنا البيضه كيف ما شفتوا راه صغيره، وحتى الا كانت عندكم كبيره راه ماشي مشكل صافي. كنخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وكيصبحوا على شكل كريمه. بالنسبه لهاد الكريمه ديال اللوز اللي ما بغاهاش ممكن يستغنى عليها وما يديرهاش، وسبقوا غير المراحل الاخرى وقادوا لاطاخ ديالكم غير بالشوكولا نوار. ولكن هاد الكريمه انا علاش كنديرها؟ حيت هي كتعطي واحد المذاق زوين لاطاخ ديالنا، وكتهرس هذاك الكو ديال الشوكولا نوار، وكتخليها ما كتقهمكمش. وفي الصراحه كتزيدها واحد المذاق اللي زوين بزاف، وحتى الوليدات غادي تعجبهم هكذا. حيت لا درتو هي الشوكولا نوار بوحدها راه كتجي قاصحه شويه ويقدر ما ياكلوهاش لكم وليداتكم. هادشي علاش انا كندير هاد الكريمه، كتعطي واحد المذاق زوين وكتهرس هذاك المذاق ديال الشوكولا نوار. صافي هنا خديت المول ديالي اللي استعملته. هنا هاد المول صغير، القطر ديالو 24 سنتيم. ممكن نتوما تستعملوا تاع 26 سنتيم او تاع 28 سنتيم، غنعطيكم مقادير وكل شيء. وحتى لاباط بغيزي انا راه ما صورتهاش باش ما نطولش لكم الفيديو، ولكن غنعطيكم مقادير ديالها بالضبط باش تقادوها لراسكم في المنزل ديالكم. راه سهله وبمقادير بسيطه وكتجي زوينه بزاف. بالنسبه اللي بغى يدير هاد لاطاخت في مول كبير، مثلا بغيتو ديروا القطر ديالو عندكم فيه 26 سنتيم او 28 سنتيم، خاصكم تزيدوا شويه في هاد الكريمه في المقادير تاع الكريمه. مثلا انا درت 50 غرام من كل حاجه، نتوما غديروا 60 غرام من كل حاجه. وبدل هذيك البيضه الصغيره اللي درت انا، نتوما غادي ديروا بيضه كبيره، وغتقدكم الكريمه في مول تاع 26 او في مول تاع 28. ولكن عندكم مول ديال 24 كيف ما درت انا، كديروا هذا القياس اللي عطيتكم انا. وبالنسبه الباط بغيزي اللي غنعطيكم مقادير ديالها في الفيديو، راه غادي تقدكم في مول كبير، المول متوسط والمول الصغير. الا درتو المول الصغير راه كتشات لكم، كديروها في بلاستيك غذائي وكتخبيوها في الكونجيلاتور. حتى المره اخرى كتصاوبوا مثلا باط بغيزي اخرى غيشات لكم واحد شويه اخر، وكتعاودوا تقادوا تطلقوه مع الاخر وكتقادوا به واحد طاخت اخرى. هنا من بعد ما قادينا الكريمه ديالنا مزيان في المول، كندخلوا هذا المول الكونجيلاتور مده ديال 10 دقائق باش ملي كندخلوا هاد لاطاخت الفران ما كيهبطوش لنا دوك الجوانب وما كيجيوناش عجين. هادشي علاش كنديرها في الكونجيلاتور. دابا من بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور كنتقبها بالفورشيت على هذا الشكل. هذيك الكريمه كيف ما تقبنا لاباط بغيزي كنتقبوا حتى هاد الكريمه باش ملي كندخلوا هاد لاطاخت الفران ما حيت اللوز كيتنفخ ما كتنفخش لنا بلاصه وبلاصه كتجينا هابطه وتجيكم عجه. هذيك لاطاخت باش تجيكم قاده تقبوها مزيان باش ما تنفخش ليكم. صافي من بعد كندخلوها للفران اللي كيكون بارد على درجه حراره 180. كنشعلوا ليه غير من التحت حتى كتذهب لينا من التحت ومن الجوانب، وتذهب حتى من الفوق بلا ما كنشعلوا لها الفران من الفوق. وكذلك الفران ديال الغاز نفس الطياب، كتشعلوا لها غير من التحت وكتخليوها حتى كطيب على خاطرها وكتذهب من الفوق ومن التحت بلا ما كنشعلوا لها العافيه من الفوق. هنا غندوزو باش نقادو الكريمه ديال لاطاخت الشوكولا. هنا كنحتاجو 300 غرام ديال الكريمه اللي كتكون ديال الحلويات، استعملوا اي كريمه كتفضلوها. وكنستعملوا كذلك 300 غرام ديال الشوكولا نوار اللي كتكون غنيه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. هنا خديت هذيك الكريمه سخنتها مزيان، من بعد كنضيفوا عليها الشوكولات وكنضيفوا عليها كذلك حتى ديك الزبده، وكنبقاو كنخلطوا هاد المكونات حتى كيذوب لنا هذاك الشكلاط. بالنسبه لواحد الحاجه خصني نشير لكم ليها باش ما ننساهاش. بالنسبه للناس اللي غيقادوا هاد لاطاخت ديال الشوكولا ما غاديش يديروا فيها هاد الكريمه تاع اللوز، بغاو هي الكريمه تاع الشوكولا، غتقادوها بهاد المقادير اللي عطيتكم: 300 غرام الشوكولا مع 300 غرام الكريمه ومعلقه ديال الزبده. كتجيكم هي هذه كتعمر لكم لاطاخت ديالكم. ولكن الا كنتو دايرين فيها الكريمه ديال اللوز ودايرين هاد المول صغير تاع 24 سنتيم، راه غادي تشد لكم واحد شويه. هادشي علاش من الاحسن غديروا راكم دايرين في لاطاخت الكريمه تاع اللوز كديروا غير 250 غرام د الكريمه مع 250 غرام ديال الشوكولا نوار ومعلقه ديال الزبده،
غتجيكم هي هذيك، ما غتشد لكم حتى شي حاجه. حيت انا هنا في الفيديو راه شات لي واحد شويه حيت نسيت وما نقصتش من المقادير، ولكن الا كنتو دايرين المول كبير مثلا ديال 26 سنتيم غتخليو نفس المقادير اللي عطيتكم دابا، راه غتقدكم هي هذيك. غير بالنسبه للمول الصغير كنتو داير الكريمه غتنقصوا على هاد المقادير، كنتو ما دايرينش فيها الكريمه تاع اللوز راه غتخليو هاد المقادير. وبالنسبه لاباط بغيزي غنعطيكم مقادير ديالها مزيانه كتجي زوينه. والمقادير فيها بساطين، كديروا غير 250 غرام ديال الدقيق مع قبيصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكديروا 100 غرام ديال الزبده حيوانيه كتكون تخرجوها من الثلاجه ما كتكونش دايبه ولا شي حاجه. كتقطعوها طريفات صغار وكتبقاو كتبسبسوها مع داك الدقيق حتى كتدخلوها في الدقيق مزيان. صافي ومن بعد كتجمعوا هاد العجين ديالكم بشويه ديال الماء، كتبقاو تضيفوا بشويه بشويه حتى كتجمع لكم هذيك العجين. ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون كتلصق، خصها تكون شاده في راسها وما كتفرتش وكتجي رطيبه وكتكون زوينه. صافي من بعد كديروها في بلاستيك غذائي كتوضعوها في الثلاجه واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد كديروا شويه ديال الدقيق في سطح العمل وكتسرحوها وكديروها في المول ديالكم. المهم كديروها في اي مول بغيتو، كتقدكم في المول الكبير، في المول المتوسط، المول الصغير راه كتشات لكم بزاف الا درتوها في المول الصغير. المهم اي حاجه شات لكم كتجمعوها في بلاستيك غذائي وكتوضعوها في الكونجيلاتور. نهار كتقادو ثاني واحد لاباط بغيزي اخرى داكشي اللي كيشات لكم ثاني كتجمعوه مع داكشي الاخر وكتقادو به طاقه اخرى ولا كتحتفظوا به حتى نهار كتبغيوه. بصراحه هاد لاباط بغيزي راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه وغتعجبكم، ولا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. صافي هنا من بعد ما ذوبنا هذاك الشكلاط في هذيك الكريمه كنبقاو كنخلطوا مزيان بهذا الفوي حتى كنتاكدوا بان داك الشكلاط كامل داب لينا، وكتولي ديك الكريمه كتولي فيها واحد البريه. صافي كنصبوها على هذا الشكل فوق هذيك الكريمه ديال اللوز. وهانتوما كيف ما كتشاهدوا انا كتشط ليا واحد شويه ديال الكريمه. صافي هنا من بعد كندخل لاطاخ ديالي الثلاجه حتى كتبرد ومن بعد كنقطعها. بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركوش معايا في القناه ديالي نتمنى تشرفوني في قناتي وتشتركوا معايا وديروا لي لايك وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش بالشيعات ديالكم وباللايكات ديالكم وبالكومنتات ديالكم الزوينين. ودابا غندوزو للشكل النهائي ديال لاطاخ ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي المنظر ديالها رائع بزاف وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها وما كتزقهمكم حتى شي حاجه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو الطبقات ديال لاباط بغيزي، طبقه تاع اللوز كتجي حتى هي رقيقه، وطبقات ديال الشوكولا. نتمنى هاد لاطاخ تنال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد.